السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا نكون كده بخير وسلامة وسلام نفسي ومبسوطين. هنتبسط ازاي في الايام دي؟ بس نقول الحمد لله مبسوطين يعني. تمام. طيب الفيديو ده عن ايه بقى؟ عن حاجة خطيرة جدا جدا انتشرت في الفترة اللي فاتت دي، وخطيرة على ولادنا كلهم. ايه بقى؟ بقالهم كده حوالي شهرين كده عاملين ترند على لعبة معينة. اللعبة دي يا جماعة مصيبة، كارثة بتنتهي بمأساة. الأسبوع اللي فات ولد توفى بسببها، وكان بطل الجمهورية في لعبة. تمام، يعني عنده لياقة بدنية. اللعبة دي عبارة عن ايه بقى؟ اللعبة دي عبارة عن 4 بيشيلوا ولد ويقعدوا يرفعوه فوق فوق كده لغايه ما يوصل لدرجه معينه فوق. هو ده الترند، يعني قال ايه؟ يعني هيوصل للسماء. تمام. وفجاه بيهرجوا معاه، بيسيبوه، فبيروح واقع على ظهره وراسه فتوفى. تمام. حصلت الموضوع ده تاني، واتصاب اصابه بالغه في العنايه المركزه في العمود الفقري، وفي ارتجاج بصوا في مصايب بسبب اللعبه دي. طيب في مدارس واخده فعلا موقف، واي حد بيلعب اللعبه دي دلوقتي في المدارس بيعملوا عقاب ليه شديد علشان ما يكررهاش، او ما حدش من الطلبه بيكررها. طب بالنسبه للنوادي فين؟ نايمه في العسل، ما تعرفش حاجه. تمام. اللي عايز يلعب يلعب بقى. فمش هنقدر نعمل كنترول على المدارس ولا على النوادي. احنا نقدر نعمل كنترول على اولادنا ونوعيهم لخطورة اللعبة دي، خاصة ان بقت منتشرة جدا، واللي بيلعبوها في سن المراهقة، مش ثانوي كمان بس، لا ده اعدادي وابتدائي دخلوا كمان بيلعبوا اللعبة دي. تقليد اعمى. فياريت كل ام واب يحذروا اولادهم من اللعبة دي. شكرا لكم، السلام عليكم.